مساء الخير يا زملكاوية، وسريعا كده هنتكلم عن تحليل مباراة الزمالك والبنك الأهلي. طبعا احنا شفنا الماتش وشفنا ان الشوط الأولاني مختلف تماما عن الشوط التاني، وده يرجع لأسباب كتيرة جدا. أولا الشوط الأولاني الزمالك لعب بطريقة حلوة جدا وكويسة جدا، اللي أنا كنت دايما اتكلمت عنها وقلت إن لعيبة الزمالك لازم يبقوا رجالة ويلتحموا في الملعب، وواحد مع واحد لازم لعيب الزمالك يلتحم وياخد الكرة ويبقى راجل. وبسم الله ما شاء الله، بصراحة شفت حوالي مثلا ايه 20 تاكلينج في الشوط الاولاني والتحامات والكرة كانت جميلة جدا 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 من لعيبة نادي الزمالك، والمباصية صح، مفيش ميس باص، واللعيبة واقفة على رجلها كويس وتمام التمام وزي الفل وضيعنا اجوان. بس برضه بالمقابل كان في غلطة عملها اوسيريو، وهي حمزة المسلوسي. يعني احنا اكتشفنا امبارح انه عدم وجود حمزة المسلوسي في الدفاع عامل شوربه. يا باشا اي لونج باص على لعيبه نادي الزمالك وعلى دفاع نادي الزمالك بقى هما والجون. في امبارح ثلاث انفرادات يعني مهمين جدا، راحوا من على البنك الاهلي، يعني راح البنك الاهلي بيهم هو والجون، فما كانش ينفع الشوارع المفتوحه دي. وفي كوره تانية يعني زي بتاعه كريم بامبو اللي جاب بيها طرد عواد، زيها بالظبط كان في نص الملعب، وكمان بقى ايه بقى، كريم بامبو موجه للجون من النص، بس اللعيب بتاعهم لعبها غلط وقام عبد الغني ايه قاطعها. طيب، هل ده كويس؟ لا مش كويس. بس هل الزمالك او لعيبه الزمالك بيستوعبوا فكر اوسيريو؟ اه بيستوعبوا. بس عندنا الباشا حسام عبد المجيد والباشا محمد عبد الغني بيسرحوا. يعني حسام عبد المجيد ده انا اصلا يعني، والله يا ابني انت على الله حكايتك، بس انا مش هتكلم خالص دلوقتي، انا لما نستنى ليناير. يعني لعيب بحجم حسام عبد المجيد، كل كوره هو ومحمد عبد الغني، كل كوره هجمه علينا او حد بيشوط او حد بيعمل اي بلا ازرق، يقوم عامل براوليه ومديله ظهره. انا ما شفتش مدافع كده، مدافع كده. يعني مهاجم ماشي، نقول مثلا لو في مهاجم في منطقه الجزاء وبيعمل كده نقول ماشي، مهاجم مش واخد انه يعمل تاكلينج ولا يعمل التحام ولا انه المفروض يبقى قلبه وما يخافش. لا ده انت لعيب جامد في الدفاع بتاع نادي الزمالك، وقالوا عليك متيب انت وغنوه، متيب وغنوه، وانتوا الاثنين بلا ازرق. يعني انا مش، بصوا كل الاجوان اللي بتخش فينا هتلاقوها حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ورؤى، بصراحه عامل اساسي في دخول الاهداف فينا. فاحنا هنستحملكم والله لغايه يناير. فبنتكلم في ايه، في نقطه ان الشوط الاولاني كان ملعوب حلو جدا والزمالك لعب حلو جدا، بس في ثغرات طبعا في الدفاع والدنيا كانت بايظه. طيب، الشوط التاني طبعا مع اللي حصل من الحكم اللي كان بيهرج، وانا مش عايز احط على طول شماعتي على التحكيم، بس اللي حصل امبارح ده تهريج. انت راجل النيه مبيته، النيه مبيته، هتقول لي النيه مبيته ايه؟ اقول لك كره ابراهيم هنداي، ده لو مش النيه مش مبيته ما كانش دي اصلا ما تتحسبش لمسه يد، ده اللعيب بيقع ومدي ظهره للكوره فجت في ايده، فتقوم حاسبها ضربه جزاء، فيقوم الفار مرجعها لك يقول لك لا دي مش ضربه جزاء، دي من بره. انا من ساعتها عرفت ان في نيه مبيته على الزمالك. الطرد محمد عواد طالع طبعا نزل زرع بصل وما لمسش كريم بامبو والله، وقلنا مش طرده هيرجع في الكلام، فيقوم ايه رايح للفار ويرجع. ده يرجع للفار، ده بص بقى رد فعله عشان يعرفوا ان هي مبيته، ان هو راجع يقول لمحمد عواد انت ايه اللي موقفك في الملعب؟ هو انا اصلا ما اعرفش القرار ايه يا استاذ، يا استاذ مش هقول لك يا كابتن، يا استاذ انا ما اعرفش القرار ايه لسه، انت داخل تقول لي ايه اللي موقفك في الملعب؟ ما هو انت ممكن تشوف في الفار وتقوم قايل لا الغي الطرد وفاول عادي من بره المنطقه ما فيهاش حاجه اصلا، او يعمل اسقاط لان ما لمسوش اصلا، فواقف. فالنيمو وقتها انه داخل يقول له، داخل يزعق لعواد يقول له انت ايه اللي موقفك في نص الملعب؟ ما فيش حد اتكلم في الحته دي خالص، داخل يعني انت يا ابني، انت نيه مبيته ان انت هخربها لكم. ماشي ماشي. نزلنا الشوط الثاني طبعا، واقول لك على حاجه، انا اول ما الشوط الاولاني خلص اصلا اتكلمت مع الزملكاويه قلت لهم حمزه المسلوسي لازم ينزل، وقلت لازم محمود علاء يخرج لان عنده انذار، والله قلت كده، قلت لازم محمود علاء يخرج، ولازم حسام عبد المجيد يخرج وينزل المسلوسي، لازم ينزل المسلوسي. اما نزل طبعا المسلوسي والزناري وظبط الدفاع، لان احنا فعلا في الشوط الثاني شفنا ان مفيش خرم ابره عدى من مدافعين نادي الزمالك. طيب، الشوط الثاني الزمالك لعب صح ولعب جميل وكل، بس الالتحامات قلت، بقيت حاسس ان لعيبه الزمالك الالتحامات قلت. كان في حاجه برضو مهمه جدا على لعيبه الزمالك، مش عارف ليه لعيبه الزمالك مش ما عندهاش مكر. يعني انت لعيب في نادي الزمالك ما عندكش مكر ليه؟ انت شايف ان الحكم هايج عليك والدنيا هايجه عليك، طب ما بتلبسوش ليه؟ كذا كوره لمصطفى
شلبي والزيزو لو دخل جوه منطقه الجزاء والله العظيم هيبقى فيها ضربه جزاء. طب خش يا عم وما يحسبهاش، قوم الدنيا عليه تاني مش مهم، بس اعمل ده. انا مش عارف انت ما عندكش ذكاء ليه، ان انت شايف ان الدنيا مولعه على الحكم البسه اكتر وهيتحرج وهيحسبها. يعني في كذا كوره لمصطفى شلبي على الشمال وزيزو. يا راجل انت لو كسرت بس ودخلت خطوتين كمان جوه منطقه الجزاء بقيت انت والجون، بقيت انت والجون. خلاص هتاخد ضربه جزاء او هتجيبها جون مش كان حاسس ان لعيبه الزمالك في حاجه غلط مش مظبوطه يعني في الشوط الثاني. نروح بقى للقضيه المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها والله بصراحه، هي الحلقه دي انا عامل الفيديو ده عشانها. ايه يا جبستي، ايه يا جبستي ولا يا جباسكي زي ما بيسموه، عشان اصلا ما بطاقكش. بص، اتنين يا ابني في الدوري المصري ما بطيقهمش، اقسم بالله ما بطيقهم. بص، عمى اطيق العمى وما بطيقهمش، انت وباتشيكو. يعني انت وباتشيكو، لان انتوا السبب في نهائي القرن اللي راح. طبعا انت بالجون الاولاني بتاع عمرو السوليه اللي اصلا كل اللي ما حدش اتكلم خالص ان الجون ده بتاعك انت. الكره في السكس يارده يطلع بالهيد يحطها في الجون وانت واقف على خط الجون. الكره دي بتاعتك، الكره دي تطلع تاخدها زي الاسد، ضيعتها. وباتشيكو طبعا بسبب تغيير كاسونجو وكابونجو تهجيص اللي عمله في الماتش وضيع البطوله. فانت يا جباستي يا جباسكي، انت وباتشيكو انا ما بقبلكوش. يعني والله العظيم حتى ماتشات بيراميدز لما يجي ماتش البيراميدز والاقي باتشيكو ببقى متضايق، واشوفك انت في المنتخب في اي ببقى متضايق، عشان عارف انتوا السبب في ضياع البطوله الافريقيه. فالنهارده انت كنت ايه؟ ده سيف. ده سيف ده بالنسبه للناس اللي مش عارفه، ده سيف ده كان احسن حارس مرمى في العالم، كان روسي. ايه الكوره انت ما تطلع، انت لو طلعت بس كورتين من دول في نهائي القرن كنا خدنا البطوله. انت ايه يا عم سيد ميه ونور؟ زيزو يلعب بدماغه تصد، مش عارف الزناري يلعب بدماغه تصد، ابراهيم انضاي تلعب بدماغه، يا ريت بتصد صدات عاديه، دي صدات اسطوريه خرافيه. كانت فين ده في نهائي القرن؟ يا اخي يا اخي يا اللي حالات دمنا، اقسم بالله لا انت ولا باتشيكو بقبلكم، والله العظيم لما ما بقبلكم خالص. وساعات بقى مصطفى محمد، يعني ساعات بقى مصطفى محمد لما بيكسر الدنيا في فرنسا وعمال يجيب جوان صعبه جدا ومضيع اسهل منها في نهائي القرن اخر في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني هو والجون اصلا بيبصها للشناوي. فانتوا الثلاثه كده في غصه في قلبي من ناحيتكم. عموما انا بكلمكم بجد والله، يعني انا قلت بس اعمل فيديو سريع كده معاكم ان اوسيريو مدرب محترم جدا. الدكه اللي جنب منه تسمع الكلام اللي هو بيقوله وتنفذه. لعيبه الزمالك تستمر في الضغط على الخصم، استمر في الضغط، وانا ان شاء الله بعد كده ان شاء الله بعد كل ماتش هعمل لكم احصائيه عملنا كام ضغط على الخصم وخدنا الكوره بعد كام ثانيه، لان دي حاجات مهمه جدا. ان انت تاخد الكوره مثلا من الخصم بعد 10 ثواني 8 ثواني 7 ثواني، زي الاهلي مثلا كان بياخدها بعد 7 ثواني. انت احسب كده ماتش الاهلي، الكوره من كل الاهلي مثلا وبيلاعب منافس في نص الملعب، اتفرج على الاهلي والكوره في نص الملعب بيضغط على الخصم وياخدها بعد قد ايه؟ 7 ثواني 10 ثواني بالكتير. احنا بنطول 15 ثانيه تلاقيها الكوره مع المنافس، ده غلط، ده غلط جدا. النهارده شفت روح جديده، شفت التاكلينج ما كنتش بشوفه من لعيبه الزمالك. وفي ناس صحابي نفسهم كمان كلموني يقولوا لي ايوه يا عصمت فعلا شفنا لعيبه الزمالك بتلتحم وتعمل تاكلينجات زي ما انت بتقول. لدرجه ان انا هزرت قلت لهم هم بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي ولا ايه؟ فالالتحامات دي مهمه، الروح مهمه، الرجوله مهمه، وربنا يكرم الفتره الجايه. احنا بس بنقول هنزق بس لغايه يناير، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني، وان شاء الله هنبقى مع بعضنا زي السكينه في الحلاوه. يلا سلام عليكم.